بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طبق الكبد بتاع الفراخ. طبق سريع كده وبسيط، مكونات بسيطة. معايا الكبد الفراخ والكوز بتاعها، ومعايا فلفل الوان متقطع، ومعايا بصل طرنشات. هنجيب طاسة على النار ونحط فيها شوية من الزيت ونضيف فيها البصل بتاعنا المتقطع. ما تنسونوش باللايك. وهنسيب البصل ده على النار لمدة 3 دقايق كده لغاية ما يدبل معانا وياخد لون احمر. خلاص حمرنا بقى البصل زي ما انتوا شايفين كده. هنشيل البصل من الطاسة، هنشيله كده في طبق، وبعد كده في نفس الطاسة هضيف فيها الكبد بتاعتي. طبعا الكبد دي انا غسلها كويس ونقعاها في الخل وفي الليمون عشان ما تبقاش فيها اي زفارة، ومصفيينها كويس. بعد كده بقى هنشوح الكبد بتاعتنا كده على النار في الطاسة اللي كان فيها نفس البصل، في طاسة واحدة هنعملها الأكلة كلها تبقى في نفس الطاسة. خلاص حمرنا الكبد بتاعتنا، خدت لون زي ما انتوا شايفين كده في نفس الطاسة. وبعد كده هضيف عليها البصل بتاعنا اللي احنا كرملناه او دبلناه شوية، حمرناه نص تحميرة كده. وبعد كده هضيف معايا الفلفل كمان الألوان، فلفل احمر، فلفل اصفر، اي فلفل موجود عندك. وتقدري كمان تضيفي حبتين من الفلفل الحامي. وهنقلب بقى البصل مع الفلفل مع الكبد ونسيبهم لمدة 3 دقايق كده. وبعد كده نبتدي نملحهم، معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل، وكمان هنضيف رشة من القرفة. طبعا رشة القرفة دي بتحوش اي زفارة للكبد. ونقلب بقى طبق الكبدة بتاعنا. طبعا شكله كفاية، مش محتاج يعني مش محتاج اي حاجة، كله حاجات حلوة، خضار والكبد مفيدة برضو. ورشة كده من الشطة، علشان طبعا انا مقطعتش فلفل حامي، فضفت رشة كمان من الشطة. خلاص كده الطبق بتاعنا خلاص انتهى وخلص. عملنا احلى طبق كبد، سهل وبسيط وسريع، ما خدش اي وقت ولا خد اي مجهود، وغرفناه زي ما انتوا شايفين كده في الطبق. احلى طبق كبده تكليف. نضيف عليه بقى شويه كده من الخضره او البقدونس، اي حاجه موجوده عندك طبعا بتديله شكل ولون حلو. ده الطبق بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.